اكتر حاجه تفرحك لما حد يعمل حاجه بجد عشان يسعد اللي حواليه. الحاج محمد ده بقى ميكانيكي طنطاوي، جمع كده شويه خرده وعلى قده وراح عامل عربيه تحفه عشان يزف بيها عرايس قريته، وده اللي خلى كل الناس في القريه اللي حواليه عايزين عربيه زيها. يا ترى عملها ازاي وايه قصته بالظبط؟ ده اللي هنعرفه سوا في الفيديو ده. في قرية اسمها فيشة سليم بمركز طنطا، وسط شوارع ضيقة وبيوت بسيطة ظهرت عربية غريبة جدا كلها مصنوعة من الخردة. العربية حمراء وشكلها ملفت للناس كلها، والحكاية بدأت مع الحاج محمد، ميكانيكي عنده حوالي 50 سنة. قرر يجمع قطع الحديد القديمة والخردة ويحولها لعربية حلوة تدخل الفرحة على أهل القرية، خصوصا في زفاف العرايس والأسر الأولى بالرعاية. ورشته صغيرة موجودة في شوارع القرية، معمولة على حوالي 35 متر، وبيشتغل فيها هو وأولاده من 8 الصبح لحد 5 المغرب، وبعد كده من 8 بالليل لحد 11. كله تعب وشغل حلال. بيصلحوا كل العربيات المتهالكه ويجددوا الحاجات البايظه في عربيات الاهالي. الحاج محمد قال لصدى البلد: الحمد لله ربنا بيكرمنا بالسعي والعمل. العربيه دي هدفها تفرح الناس وتدخل البهجه على قلوبهم، خصوصا في الافراح، وانه اتعلم صيانه العربيات من هو صغير وبيحب الشغل ده جدا، ودايما بيحاول يعمل حاجه مفيده للناس. العربيه دي مش اي عربيه، كل قطعه فيها معموله بعنايه، كل تفصيله محسوبه صح، لدرجه انها جذبت نظر كل الناس في القريه وخارجها. العربية بدأت تطوف شوارع طنطا وفرحت كل الأسر، خصوصا الصغيرين اللي كانوا مبسوطين جدا، والابتسامة كانت على وشوشهم، الكبار والصغيرين. الحاج محمد نفسه عربيته تاخد ترخيص رسمي علشان تمشي في الشوارع بشكل قانوني، وقال: مش بشتغل عشان الشهرة، أنا بحب أشوف الناس مبسوطة، وده اللي بيخليني أصحى كل يوم وأكمل الشغل من قلبي. ورشته مش بس لصناعة العربيات الغريبة دي، كمان بيت خبرة صغير لأهل القرية، بيصلحوا أي عربية محتاجة صيانة. الأهالي دايما بيشكروا الحاج محمد وأولاده على تعبهم، وبيقولوا إنهم حسوا بالفرق بعد ما العربية دخلت الفرحة على القرية، خصوصا في الأفراح والمناسبات. الحاج محمد قال لصدى البلد إن مشروعه مش بس شغل وتجارة، لكن رسالة لكل الناس. العطاء والنية الطيبة تفرق كتير، وأي حد يقدر يفرح غيره حتى لو بأبسط الحاجات زي ما عملت من تجميع الخردة أو بالعربيات اللي بزف بيها الناس، فدي حاجة كويسة قوي. وقال: بحب أشوف الابتسامة على وشوش الكل، وده أجر أكبر من أي فلوس ممكن أخدها. عربية الحاج محمد جذبت كمان نظر ناس كتير بره القرية، وفي منهم ناس طلبوا منه إنه يعمل لهم عربيات تانية بنفس الفكرة، خصوصا لمناسبات الزفاف، وده فتح له فرصة انه يوسع مشروعه ويعمل فرق اكبر في حياة المحتاجين. الحاج محمد بيشتغل بكل قلب، ودايما بيحاول يلاقي طرق جديدة عشان يسعد اهل قريته، سواء بالعربية او بالخبرة اللي عنده في تصليح العربيات. بيقول: النية الطيبة عملت معايا فرق كبير، والفرحة اللي بشوفها على وشوش الناس مش اي فلوس هتعملها. في الاخر قصة الحاج محمد وعربيته المصنوعة من الخردة مش بس حكاية ميكانيكي شاطر، ده مثال حي على الابداع وروح العطاء في القرية المصرية، وبتثبت ان الفرحة ممكن تتحقق بأبسط الوسائل، والنية الطيبة تقدر تغير حياة المجتمع كله.